المؤسسات التعليمية للتعليم في مصر، ولا نعتمد فقط على المستشارين اللي بيبقوا موجودين من الخارج بياخدوا مرتبات هايلة جدا، وفي معلمين من حملة الماجستير والدكتوراه ممكن ان هم يشتركوا في وضع السيادة التعليمية لمصر، وده الطلب الوحيد اللي انا بطلبه، وده اهم طلب احنا جايين نطلبه النهارده في الوقفة بتاعتنا. هدى انور، إدارة الزيتون، معلمة ألماني، محافظة القاهرة. بان ننهض بالعمليه التعليميه ككل، ان المدرسه تبقى بتقدم تعليم متميز للطلبه، وبتخرج مخرج او منتج متميز فعلا يقدر يقدم حاجه للبلد. وبنطالب ان احنا الكثافه بتاعه المدارس الفصول تبقى قليله، ما تزيدش عن 30 طالب في الفصل، وان المدرس يشتغل في تخصصه بس، ما يشتغلش في اي حاجه تانية، ما يشتغلش بواب، ما يشتغلش مشرف ويقعد يجري ورا العيال في الفصول. عايزين المدرس يشتغل في التخصص بتاعه عشان يبدع ويقدم كل اللي عنده، ويقدر يبقى مبدع في العمليه التعليميه. وعايزين كمان الحافز واللي هو ال 200% يبقى بعيد عن الكادر وبعيد عن المكافأة. مجدي عبد المنعم مصطفى، محافظ القليوبية. اللي انا بطلبه دلوقتي من المسؤولين واللي متخصصين عن التعليم وجود هيئه عامه للتعليم قبل الجامعي، ان تضع توصيف خاص للمعلم، ان تقوم بتسجيل جميع العماله اللي موجوده في المدارس، ان تهتم بتوصيف حاله المعلم، توصيف حاله المعلم، ان يهتم فقط بالعمليه التعليميه بكل ما فيها من انشطه تربويه وكل ما فيها من عمل يخص المعلم، ولا يكون هناك اي داعي لمعلم يقف امن او يكون مسؤول على الاشراف، فقط معلم داخل الفصل مسؤول عن التباشير ومسؤول عن الطلاب. شكرا. دايلو العدوي، محافظة 6 اكتوبر، سابقا الجيزة حاليا، إدارة التحقيق. انا بطالب بحاجه واحده بس، ان وزير التربيه والتعليم يكون من المعلمين عشان يحس بينا وما يبقاش في برج عاجي بعيد عننا هو ومساعد. دعاء علي، مدرسه رمضان، وزير التربيه والتعليم. سؤال: انا بشتغل بقالي 15 سنه وبقبض 850 جنيه، ممكن يا سياده الوزير تقول لي اقسمهم ازاي على متطلباتي؟ اكل بقد ايه؟ واصرف مواصلات قد ايه؟ واجيب دواء بقد ايه؟ والبس بقد ايه؟ هبه الله محمود، اداره اصلاح حال المعلم لاصلاح حال التعليم. اذا اصلح حال المعلم هنصلح حال التعليم. شوف مطالبه، نرفع من قيمته، نرفع من كرامته، ينزلوا المسؤولين يقولوا لهم كلمه علشان يهدوا حتى، او يحسوا ان في ناس فعلا قالت لهم حاجه. كل المطلب هو مطلب واحد، اصلاح حال المعلم لاصلاح حال التعليم، لان لو ما انصلحش حاله مش هيصلح حال التعليم عندنا. فاطمه البطل، اداره فوز التعليميه، مدير اداره الجوده. حضرتك بتغيير مسمى الكادر إلى بدل طبيعة عمل، وعدم ربط كادر المعلم، وعدم ربط مكافأة الامتحانات بحافز المحليات. نحن نتبع المحليات، الرجوع للمادة 89 من القانون 155 لسنة 2007. نطالب بتحقيق القرارات الوزارية والقوانين فقط. وشكرا. هي للشباب. أبو بكر الرحيم علي السماحي، إدارة مصر الأديبة التعليمية، محافظة القاهرة، معلم برتبة درجة أولى زي ما بيقولوا يعني. في الأول احنا بنشكر جميع اللي شاركوا معانا من جميع المحافظات، سواء كان من وجه إبلي أو من وجه بحري، وخص بالذكر وجه إبلي الذين عانوا كثيرا في الطريق. جميع مطالب المعلمين وطالبة واحدة فقط لا غير، وهي انه اي معلم يقارن نفسه باي وزير او باي سكرتير او باي عامل في بنك. نرجو يا جماعه من الساده المسؤولين وعلى راسهم السيد المشير اللي حاليا سلطه تنفيذيه في ايده، والاستاذ عصام شرف اللي هو طالع من ميدان التحرير، ان احنا ما بنطلبش حاجه غريبه، ما بنقولش احنا عايزين ناخد 10000 جنيه و20000 جنيه و30000 جنيه، احنا اقل معلم فينا عايز 3000 جنيه. انا عندي طالب في اعلام وعندي طالبه خريجه وعندي طالبه في ابتدائي، انا عايز مش اقل من 3 4000 جنيه. حياه كريمه، مش عايز استخدم ابره، مش عايز شراب مقطع، لبس بتاعنا الاندر وير بتاعنا مقطع، مش عايزين ندي دروس خصوصيه وهنمضي على دروس خصوصيه، مش عايزين ندي دروس خصوصيه بشرط ان احنا ناخد 3 4000 جنيه. شكرا جزيلا. علي عبد المولى السماحي، اداره مصر الادبيه التعليميه القاهره. شكرا لكل المشاركين. انا اسمي معاذ، انا طالب دلوقتي. انا عايز المعلمين يرتاحوا عشان انا كمان ارتاح وميل كده. شكرا. سؤال يدعو اللجنه التنسيقيه. انا جاي بطالب النهارده باداره وزير التربيه والتعليم لانه بيقلب الراي
الراي العام عن المعلم وبيحبس على حقوق المعلم. ثاني حاجه ضحك عليا وقال لي انت مره قال لي انت بتاخد كادر، ورجع تاني المستشار بتاعه قال لي انت بتاخد حافز مش كادر، واحنا هنتقدم من مشروع للكادر، وانا دلوقتي مش عارف انا باخد كادر ولا باخد حافز. اداني الاداري 200% واداني انا 200% مشروطه من غير اي يعني حسبني مكافاه الامتحانات. مكافاه الامتحانات دوت اجر مقابل عمل، والكادر انا امتحنته عشان اخده. تاني حاجه انا عايز يطهر الوزاره من المستشارين الفاسدين اللي في الوزاره اللي بيمثلوا نظام الحزب الوطني القديم والنظام البائد اللي ثوره 25 يناير قامت علشان تشيله. ثالث حاجه عايز الادارات التعليميه اللي على مستوى الجمهوريه كلها فساد. عندنا في بورسعيد الفساد للركب في مديريه التربيه والتعليم في بورسعيد. عاوز اعيد تكليف خريج كليات التربيه لمزيد من التواصل بين الاجيال. بس انا مش طالب المطالب الماديه اكتر من كده. مدرس اول الف لغه عربيه كفر الشيخ منتدب من اداره وسط القاهره. انا عايز اقول باختصار ان المدرس بلا كرامه يعني بلد بلا كرامه. مدرس اذا ما كانش ياخد مرتب لا يقل في التوتال عن 5000 جنيه ازاي يعيش؟ ازاي يبقى مدرس يقف في الفصل وهو مدرس قوي محترم قادر يوصل المعلومه، قادر يتابع من خلال منهجه كل ما يدور ويحدث في العالم. قبل بس ما انهي انا عايز مدرس يعني ما فيش حكم عليه غير في حصته فقط، ما فيش حاجه اسمها يجي اجازات الصيف المدرس يقعدوه في اجازات الصيف من الساعه 8 لحد الساعه 2 الظهر بهدف ان هو يسجنه جوه مدرسته. انا عايز مدرس باختصار شديد جدا يبقى عنده مقدره على انه يتواصل مع طلبته مع الطلبه او التلاميذ، وايضا يتواصل مع المجتمع في الشارع. بدون كده المدرس مش هيؤدي المهمه، لان المهمه ما هياش مجرد منهج والسلام، لا مهمته هو مهمه تنويريه للمجتمع باكمله. محمود عبد الرحيم احمد الاشقر، معلم اول مواد تجاريه اداره غرب شبرا الخدمه التعليميه. انا عايز اذكر حاجه واحده بس، انا عايز اذكر التظاهره اللي حصلت في اليابان. كانوا القضاة عاوزين ياخدوا مرتب زي المعلمين، كان رد الحكومة عليهم ايه؟ قالوا لهم انتوا عايزين تاخدوا مرتب زي اللي علموكم؟ انا بس عايز السادة المسؤولين، المشير طنطاوي ورئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والوزير المالية والسادة المسؤولين يسمعوا الرسالة دي. احنا مش هنشتغل من الاسبوع الجاي، الصيف الجاي هيبقى انذار احمر، ده انذار احمر. لو مطالبنا ما اتحققتش مش هنشتغل، خليهم بقى. التربية والتعليم كم مرتبات العاملين في وزارة التربية والتعليم تعادل العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية من مدرسين ومعلمين. الدليل ما ينفق على وحدات التدريب عن بعد، فيديو كونفرنس مليارات الجنيهات وهمية والمعلم لا يستفيد شيء. الدليل إذا أراد الوزير أن يطلع على ذلك فليذهب إلى وحدات الفيديو كونفرنس خوية. المعلمون لا يستفيدون، لأن كيف يعلم المعلم طبيعة دكتور؟ مبقاش في حرف متغير بعد 22 سنه شغل. الحد مين اللي اتعين في وزاره البترول او في اي وزاره ثانيه وشوف مرتبه كام دلوقتي، وشوف ازاي انا قدام الناس دي كلها، وازاي بيقول عليا ان انا في مقدمه الناس ومرتبه اعلى من مرتب الناس دي كلها. ازاي هو بيتكلم على مدرسين دوله ثانيه؟ يجي وحيد ويتكلم معانا. محمود سلوك مدرس مدرسه بريمه الابتدائيه الحديثه بنين الغرب. انا بطالب حقوقنا، حق المعلم
وتجيب لنا